السلام عليكم، أهلا بيكم. أنا هاشم داوود وأهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة اتعلم الإكسل من الصفر. النهاردة هنتعلم مع بعض حاجة قوية جدا هتوفر عليك وقت ومجهود رهيب، وهي الماكرو. طب يعني إيه ماكرو؟ الماكرو ببساطة لو أنت بتعمل نفس الخطوات كل يوم بشكل متكرر، من تنسيق شيت أو ترتيب أعمدة وإضافة معادلات أو تجهيز تقرير، الماكرو بيخليك تسجل الخطوات دي مرة واحدة بس، وبعد كده تقدر تشغلها بضغطة زرار واحدة من غير ما نكتب ولا سطر كود. فكرة الماكرو ببساطة، الماكرو بيشتغل بنظام التسجيل، يعني بتقول له ابدأ التسجيل، اعمل الخطوات اللي انت بتعملها كل يوم، وقف التسجيل، وبكده مش هتحتاج تعيد نفس الشغل تاني، بس بدوسة زرار واحدة هتعمل الشغل ده كله. ازاي نظهر التاب اللي من خلالها لو الماكرو مش ظاهر عندي؟ الماكرو بيبقى موجود في تاب اسمها ديفلوبر. لو مش موجودة عندي اقدر اجيبها ازاي؟ ان انا هروح مثلا على اي مكان فاضي هنا في الهوم واضغط كليك يمين كاستمايز ذا ريبون، بعد كده بروح هنا بختار مين تاب وبعمل سكرول داون لتحت، بشوف ديفلوبر فين، موجوده هنا، بعلم عليها، بتاكد ان انا معلم عليها علامه صح، وبعد كده بضغط اوكي بلاقيها ظهرت معايا هنا. هنعمل مثال بسيط وتجربه بسيطه على استخدامات الماكرو هنا. مثلا لو انا عندي شيت مثلا للمبيعات، الشيت ده انا سحبه من سيستم معين بيظهر لي بالشكل ده، والداتا بالنسبه لي كده مش مفهومه، وعاوز اعمل خطوات اقدر من خلالها افهم الداتا دي، والخطوات دي متكرره بعملها كل يوم. اعمل ده ازاي؟ طيب هنبدا ازاي؟ هروح على ديفلوبر وبعد كده ريكورد ماكرو بالشكل ده كده، هتظهر لي التاب دي فيها اكتر من خانه. مثلا الماكرو نيم، محتاج ان انا اغير اسم الماكرو بتاعي عشان يبقى مميز. لو انا عندي اكتر من ماكرو متسجل، فماكرو مثلا هنسميه هنا سيلز. طيب الاختصار بتاعي اللي لو انا عايز استدعيه بشكل اختصر او بسرعه، هدوس على شيفت كيو بالشكل ده كده عشان يبقى اختصار ما يكونش شبه اللي موجود في الاكسل او اللي موجود على الكمبيوتر عندي. وبعد كده الماكرو ده عايز اسجله فين؟ عايز اسجله في نفس الورك بوك دي، والديسكريبشن بتاعي هيفيدني ان انا لو عندي اكتر من ماكرو اقدر ادخل على كل ماكرو واعرف هو بيعمل ايه بالظبط، وبعد كده اضغط اوكي. مجرد ما ضغطنا اوكي هو كده بدأ التسجيل. لو انا عملت اي اكشن على الشيت عندي هيبتدي هو يسجله. مثلا لو انا عملت زوم ان او زوم اوت بالشكل ده كده، تمام. لو انا عملت سكرول داون او اب، لو انا دوست هنا او هنا، اي اكشن انا بعمله هو بيبتدي يسجله. فنكون حريصين واحنا بناخد الخطوات بتاعتنا، بالذات واحنا بنعمل ماكرو، عشان بيسجل الخطوات بتاعتي. يلا بينا نبدا. انا هنا عندي هزود مثلا هنا اجمالي مثلا، وهعمل ايكويشن هنا ان انا هضرب اجمالي المبيعات في سعرها بالشكل ده كده، وادوس انتر، وهبتدي اسحبها تحت عندي على كل الجدول بتاعي، واجي تحت هنا وابتدي كمان ازود اجمالي المبيعات كلها في كل الفروع، ادوس الت يساوي بالشكل ده كده، عمل جمع لاجمالي المبيعات عندي، وادوس انتر. بعد كده عاوز اخد التنسيق بتاع الجدول اللي موجود عندي، احوله احطه في الاجمالي او في العمود ده كمان، اجي هنا واعمل فورمات كوب بالشكل ده كده، وابتدي اطبقها على كل الشيت عندي كده، هلاقيه حولها لي كده. طيب محتاج ايه تاني؟ ممكن ان انا احول الاجماليات دي لكرنسي، لعمله، ان انا هاجي عليها كده واجي على كرنسي واحولها بالشكل ده كده، مثلا لساين دولار بالشكل ده، او دولار ساين بالشكل ده كده، ودوس اوكي. هلاحظ ان هي اتحولت معايا، هو عمال بيسجل كل الخطوات بتاعتي. طيب محتاج مثلا كمان ان انا اعمل كونديشنال فورماتنج هنا، تمام. هاجي هنا بالشكل ده كده واختار اي كونديشنال فورماتنج انا عاوزه، مثلا وليكن ده كده عشان يبقى ظاهر معايا. طيب انا كده خلصت جزء معين. طيب محتاج ايه تاني؟ محتاج اعرف مثلا او اجمالي المبيعات المباعه في كل الفروع. طيب هنجيبها ازاي؟ ان انا مثلا هاجي اخد دي كوبي كده، ابتدي اعمل لها بيست هنا كده، واعمل ميرج هنا، وادوس اوكي، واجي على الفروع عندي بالشكل ده كده، اخدها كلها كوبي. حلو. بعد كده اجي هنا جاي اعمل لها بيست بالشكل ده كده، ومن داتا اروح على ريموف دبليكيت بالشكل ده كده، واختار كونتينيو وذ ذا كارنت سيلكشن، هو دي السيلكشن اللي انت عاوزها، اقول له اوكي. كده شل كل التكرار من الفروع. طب انا عاوز اعمل ايه؟ محتاج اعمل مثلا اعرف اجمالي المبيعات في كل فرع، استخدم معادله سم اف بالشكل ده كده. بتتكون من ايه؟ بتتكون من رينج. هاجي هنا واختار الرينج بتاعي كده. بعد ما اخترت الرينج بتاعي اضغط كوما، الكرايتيريا بتاعتي يعد لي ايه؟ يعد لي المبيعات اللي موجوده في اسكندريه، واضغط كوما، وهنا اجمالي المبيعات كلها اللي موجوده في السم رينج، واضغط انتر.
وبعد كده اسحبها على الجدول كله واخد نفس الفورمات اللي موجوده هنا بالشكل ده كده، واوسع كده شويه كده. خلاص انا خلصت الماكرو. عايز بقى اقفله، بروح على ديفلوبر بالشكل ده كده واضغط ستوب ماكرو. هتظهر لي التاب دي، ادوس على سيف سكريبت بالشكل ده كده. هلاحظ ان كل الخطوات اللي انا عملتها موجوده عندي بالشكل ده كده. خلاص انا مش محتاجها دلوقتي، هدوس كلوز. حلو جدا. يلا بينا بقى نطبق الماكرو اللي احنا عملناه. هروح على الشيت، نفس الشيت اللي انا شغال عليه، وهاخد الداتا بتاعتي كلها كوبي بالشكل ده كده. بعد ما خدت كل البيانات كوبي، يلا بينا نجرب الماكرو بتاعنا. هروح في اي مكان في الشيت بتاعي اللي انا عاوز اطبق عليه الماكرو، هروح على ديفلوبر وبعد كده الماكروس. هتظهر معايا الماكروز اللي موجوده عندي. انا كنت عامل ماكرو باسم سيلز بالشكل ده كده. في امكان ان انا اعمل عليه اديت وممكن اشيله. تمام، انا دلوقتي عايز اعمل له ران. هدوس ران بالشكل ده كده. اللي احنا سجلناه كله بضغطة زرار واحدة عمل ريموف دبليكيت للفروع اللي موجودة، وكمان عمل لها ايكويشن سم اف، وكمان عمل اجمالي تحت هنا. كل الخطوات اللي احنا عملناها في البداية هو كررها لي بضغطة زرار واحدة. ممكن كمان نعمل زرار بمجرد ان انا اضغط عليه يعمل لي ران للماكرو بتاعي. الخطوات بتاعتي منين؟ من ديفلوبر برضو. هروح على انسيرت واختار الشكل بتاعي اللي انا محتاجه بالشكل ده كده، وابتدي ارسمه هنا كده، وابتدي اعمل اساين للماكرو اللي انا مسجله. انا هنا عامل اساين للسيلز بالشكل ده كده، هسميه سيلز برضو، واضغط اوكي واكتب ستارت مثلا. تمام، بمجرد ما تكيت اوكي ظهر معايا كده، ممكن اضغط عليه تاني بالشكل ده كده. هيعيد لي نفس الخطوات بتاعتي على نفس الشيت. وبكده نكون خلصنا الماكرو بكل بساطة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وتتابعنا في شرح الفيديوهات الجاية، هنشرح فيها أكتر من بروجكت باستخدام الماكرو.